اعتبرت ان هذا الكلام كما سمعت الكابتن ضياء السيد هو يعني مطابق للحقيقة ام لا؟ لا، وانا بصراحه ما سمعتش كلام الكابتن ضياء السيد. قال ايه؟ انه هو بص على مجموعة من الناس وهو يريد ان يتابع مستويات اخرى ولاعبين اخرين ما كانش فيه فرصة في الفترة اللي فاتت ان هم يبقوا موجودين ضمن صفوف المنتخب في المعسكرات اللي اقيمت من قبل، وانك انت كنت موجود في معسكرين سابقين فهناك فرصة لاخرين عشان يبقوا موجودين في هذا المعسكر. طبعا يعني مبدئيا عدم وجودي في المنتخب ده شيء انا على علم بيه طبعا من قبل الاختيارات وكده. يمكن طبعا وده احترام من الناس، يعني احترام من مصر طبعا بوب برادلي والناس وكده، وحق الناس ان هم طبعا يشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه ويتابعوا اللعيبه اللي هم عايزين يتابعوها. وان هم طبعا معاهم مجموعه لعيبه كتير جداد، واعتقد ان الراجل حقه ان هو طبعا يعني يشوف ان يكون معاه مجموعه جديده يقدر يعتمد عليها. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، يعني انا بالنسبه لي طبعا الموضوع ما عنديش فيه اي مشكله خالص. لاني يعني الظروف اللي احنا فيها والحاله اللي احنا فيها مخليها الواحد اعتقد ان هو حتى مش يعني لو كانت في ظروف غير دي كان ممكن الواحد يبقى زعلان جدا 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 طبعا ان هو ما انضمش لمنتخب مصر، لان ده طبعا شرف بالنسبه لي. ولكن الظروف اللي احنا فيها وان احنا مش عارفين نلعب مباريات وان احنا ما بنشاركش واصلا مش باين اذا كان في اصلا مباريات هتتلعب ولا في بطوله هتتلعب ولا في بطولات هتتلعب ولا الكوره هترجع او مش هترجع. فكل ده مخليه عوامل ان الواحد برضه زائد ان معسكر يعني مش بشكل برضه جدي وبشكل رسمي، انما هو صغير ومدته قصيره كمان، يعني مش معسكر طويل. بالظبط على الاقل في السفر للسودان. بالظبط طبعا. نعم. يعني فانا بالنسبه لي بالعكس، انا بالنسبه لي طبعا بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وبتمنى ان شاء الله يكون معسكر موفق، وبتمنى ان هم في لعيبه جديد تثبت وجودها ان شاء الله في المنتخب، وان هم يكونوا فعلا على المستوى الدولي. ده حق طبعا الجهاز بالكامل. انما هي الفكره كلها ما اعرفش طبعا، لان انا سمعت، انا كنت طبعا سمعت كابتن ضياء السيد ان هو في لعيبه احنا ما بناخد، يعني ممكن ما نص ساعه لعيبه تلعب نص ساعه والكلام ده او كده. طب انا يمكن بشارك في مباريات رسميه مع نادي الزمالك او الكلام ده او كده، وفي عدد كبير من اللعيبه ما بتشاركش. انما بالنسبه لي انا ما عنديش اي مشكله، لان طبعا انا وصلتني طبعا رساله من مستر بوب برادلي ان هو راجل طبعا عايز يشوف لعيبه جديده وعايز يشوف عناصر جديده يمكن تبقى موجوده، واني مش معنى ذلك ان لا انت موجود معانا وكده. فطبعا انا بشكر ان كابتن طبعا الرساله وصلتك ازاي يا كابتن احمد؟ الكابتن زكي طبعا اتكلم معايا قبل المعسكر وكده، وقال اني يعني ده شيء لا يقلل من احمد حسن، بل بالعكس احنا عايزين نشوف مجموعه لعيبه زي ما شفنا مجموعه لعيبه كتير. يمكن احنا لما كنا موجودين في معسكر قطر ولعبنا 3 مباريات كان في عدد كبير قوي من اللاعبين موجودين، ولعيبه استقروا عليها، ولعيبه كتير مشيت، ولعيبه كتير جت. فده حق راجل ان هو يتابع وكده. انا بالنسبه لي زي ما بقول لك طبعا يا استاذ ما عنديش ادنى مشكله خالص والله، بل بالعكس انا بتمنى لهم كل التوفيق. ان شاء الله يكون معسكر كويس ويكون معسكر موفق. الظروف اللي احنا فيها بقول لك مخليها الواحد هي ظروف ملخبطه عموما، يعني ما تقدرش تحط عليها لا مقياس ولا قاعده. بالظبط. يعني ظروف ملهاش معايير تقدر تبني عليها بانه هذا هو استبعاد يتعلق باستبعاد طويل المدى او انه استبعاد فني، لانه اصلا ما فيش حد بيلعب مباريات الحقيقه. بالظبط، هو ما فيش اصلا. انا متفق معاك. مين اللعيبه اللي احنا نختارها، او مين اللعيبه اللي هم بيأدوا بشكل كويس، او اللعيبه اللي بتعيش بشكل كويس. هو الموضوع كله زي ما بنقول هي اختبارات كلها لكل الناس عشان يشوفوا مين اللي يقدر يعتمد عليه ومين اللي ما يقدرش يعتمد عليه. وفي النهايه عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي القصه كلها يعني في لعيبه كتير هم دول اللي تقدر تعتمد عليهم، واعتقد ان في النهايه هو ده اللي هيرجع لهم طبعا، لان المرحله اللي جايه مرحله تتطلب ان لعيبه يكون عندها عنصر الخبره، لان الماتشات اللي جايه يعني لو حصلت اي هزه او اي حاجه هتبقى فيه مشكله كبيره. انما كده طبعا انا زي ما قلت ان حق راجل حق اصيل طبعا، والجهاز الفني ان هم يشوفوا ويتابعوا كل لاعبين ويشوفوا كل لاعبين ومين اللي يكون موجود معاهم ومين اللي ما يكونش موجود معاهم. وانا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله خالص والله، بل بالعكس انا ده جميل ده جميل. في ظروف غير كده كنت ممكن اكون زعلان، ولكن في الظروف دي انا ما عنديش زعلان خالص. المكالمه بتاعت الكابتن زكي جات لك امتى؟ لا، من حوالي 3 ايام كده. يعني تمهيدا لإعلان الاسماء، يعني قبل ما يعلنوا الاسماء تبقى انت عارف. ارضتك المكالمه؟ كانت مرضيه بالنسبه لك؟ والله كانت مرضيه جدا، وحتى لو ما كانتش جات المكالمه ما كان عندي ادنى مشكله خالص. لا في دي لا انا ما اتفقش معاك في دي بقى، انا اختلف معاك. برضو المكالمه بتحس ان الواحد
انه الناس مقدره عدم اختياره وان هم حاطين ده في حسبانهم. بيني وبينك يعني حاجه فيها ليها علاقه أنا عايز اقول بالتقدير المعنوي. بجد والله عايز اقول لحضرتك، انا لو مكانك ازعل. انا بجد والله يعني لو ما جبتيش المكالمه ازعل والله. طب انا هقول لك والله، لا بجد والله، انا عايز اقول على حاجه. انا راجل يمكن انا قعدت معاه وقلت له اي وقت المنتخب محتاجني انا ما عنديش اي مشكله خالص. المنتخب مش محتاجني، انا راجل لعبت اكتر من 17 سنه منتخب مصر، وقد ايه انا ابقى مبسوط ان المنتخب يبقى ماشي بشكل كويس. كل التقدير والاحترام ليه الراجل فعلا، يعني قال لي انا من الناس اللي انا بحبها جدا والناس اللي انا بقدرها جدا والناس المجتهدين وروح عاليه، وانت موجود معانا، يعني بالعكس انت موجود معانا عشان ده ادائك، من خلال ادائك، مش من خلال ان احنا بنجاملك ولا حاجه. وراجل بيقدرني جدا وبيحترمني جدا، وده انا متفق معاه مليون المية. وبل بالعكس دي حاجه طبعا منهم تقدير واحترام ليا ان هم الناس اتصلوا بيا، ومش انا بس على فكره، يعني في برضه طبعا انا مش عايز اقول مين تاني اسماء ان هم مش هيكونوا موجودين. ليه؟ ان احنا مش عايزين، لان ده معسكر صغير، وان 3 ايام وهترجعوا تاني لعيبه الزمالك، يعني 3 ايام وهيرجعوا تاني، فاحنا مش عايزين، يعني انا مكالمه طويله، انا مش عايز طبعا اقول ايه اللي تم فيها، انما طبعا التقدير والاحترام ده شيء اهم من اي حاجه. وانا بالعكس انا راجل بحترمه جدا وبقدره جدا، وبتمنى له يا رب ان شاء الله ربنا يوفقه في ظل الظروف الصعبه دي، وفي ظل يعني ما فيش اي حاجه بتتم في الرياضه خالص. انا بقول الله يكون في عونه وبتمنى له كل التوفيق. واحنا بنتمنى لك كل التوفيق كابتن احمد حسن، بنشكرك شكرا جزيلا. في اجتماع في لجنه الحكام باتحاد الكره اسفرت عن مجموعه من القرارات.